المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. سيمينارات لمحاربة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر. جهود تطوير السياحة الداخلية في مصوع. الشرطة تعقد سيمينارات للطلاب في كرن. كوريا الشمالية تنتقد زيارة مقبلة لوزيرين أمريكيين إلى سيول. روسيا تنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية. ...2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام وفق تقديرات علماء. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. عقدت سيمينارات لمكافحة العادات الضارة في مدينة عصب من 23 من أكتوبر وحتى 4 من نوفمبر. وركزت السيمينارات التي نظمتها لجنة محاربة العادات الضارة وضمان حقوق الطفل ركزت على عواقب الممارسات الضارة وضمان حقوق الطفل والمرأة. وناقشت السيمينارات التي شاركت فيها اللجان العامة أو العاملة في مديريتي عصب وجنوب دنكاليا والأعيان ورجال الدين والمرأة المؤثرة والمرأة الشابة العادات الاجتماعية وزواج القاصرات وعواقبه والأطفال وحقوق المرأة وأضرار ختان الإناث وتبعاته القانونية. ولا تزال ظاهرة العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص لا تزال موجودة في المنطقة. وقال رئيس لجنة مكافحة العادات الضارة وضمان حقوق الطفل في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي إن الضحايا هم النساء اللاتي يشكلن العمود الفقري للأسرة والمجتمع ويجب التوعية للتصدي لهذه العادات. دعا قسم السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقده لأصحاب المرافق الخدمية في 7 من نوفمبر إلى العمل المنسق لتطوير السياحة الداخلية. وقال ممثل قسم السياحة السيد موسى إبراهيم إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة السياحة وشركاء آخرين لتحسين جودة ونوعية الخدمات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات لتوسيع المعرفة الشعبية بالسياحة الداخلية. وأشار إلى أنه يتم إجراء عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من كفاءة مقدمي الخدمات السياحية. وحث الملاك والوكلاء على احترام القانون والأخلاق، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من الزيادات في الأسعار والعمل في مجالات لا تسمح بها رخصهم. وتم خلال المناسبة تقديم شروحات حول سلامة الغذاء والنظافة وإجراءات الحفاظ على المباني القديمة وصيانتها والوضع الأمني فيما يتعلق بالأنشطة اليومية لمقدمي الخدمات السياحية. وأوضح مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفه أن ما تتمتع به المنطقة من موارد ثقافية وطبيعية وتراثية وتاريخية تعد فريدة من نوعها بالنسبة لمناطق الجذب السياحي. وأعرب المشاركون عن استعدادهم لضمان كفاءة وجودة الخدمات، وحثوا على معالجة النقص في الإمدادات والمعدات ومواصلة التدريب الذي تقدمه الكونفدرالية الوطنية للعمال والشركاء الآخرون. نظمت الشرطة سيمينارات يومي 7 و8 من نوفمبر في مدينة كرن لرفع وعي طلاب المدارس المتوسطة والثانوية حول القانون والجريمة والوقاية من الحوادث. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني الملازم أميناي زودي للطلاب إن وعي المجتمع بشكل عام والطلاب بشكل خاص أمر بالغ الأهمية للحد من حدوث الجرائم والمخالفات، داعيا الطلاب المساهمة الواعية لمكافحة الجرائم التي تحدث الأضرار البليغة على الأرواح والممتلكات. وبعد أن ذكر إهمال الطلاب في مراعاة قوانين المرور، نصحهم بأخذ التثقيف القانوني المقدم على محمل الجد وتعليم
تعزيز مساهمتهم. وحث الملازم أميناي الطلاب على الامتناع عن الأنشطة غير الأخلاقية داخل وخارج المدرسة والعمل مع الشرطة لضمان السلام والاستقرار في أحيائهم. وعلق الطلاب بأن مثل هذه المحاضرات من شأنها أن تعزز معرفتهم بالقانون، واقترحوا تنظيمها بشكل منتظم. هذا وعلم بأن السيمينارات ستنظم حتى 10 من نوفمبر. أعلن مسؤول عيادة عشقالة في مديرية قلوج الممرض علي محمد ازدياد المراجعة الصحية والولادة في العيادة، وقال إن هذه الزيادة نتاج أنشطة التوعية الصحية المستمرة، مشيرا إلى وصول الولادة في العيادة لنسبة 80%. وذكر بأن الارتفاع عدد مستخدمي العيادة يعكس الوعي الصحي المتنامي، موضحا بوجود كادر صحي جوال الخدمة القرى البعيدة عن العيادة. وأوضحت المرأة متلقية الخدمات الصحية بأن العيادة تقدم خدمة مرضية، مشيدة بأنشطة التوعية الصحية المقدمة في العيادة. قام سكان بلدة صرونا بنفير نظافة لإصحاح بيئتهم ومكافحة الأمراض المعدية. تركز نفير النظافة على دفن برك تواليد البعوض بمشاركة عمال القطاع العام والطلاب. وأوضح مسؤول الصحة العامة السيد أدحنوم وائل أن البرنامج نفذ بمشاركة 350 شخص يوميا. من جهة أخرى تم صيانة دورات المياه العامة في المركز الصحي في صالونة بمبلغ 56,200 نافة جمعها السكان بمبادراتهم الذاتية. ساهم في العمل قسم وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي والفرق العسكرية 55 و14 و36. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الزيارتين المرتقبتين لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى سيول بأنهما عمل استفزازي قد يزيد التوترات في المنطقة. ويلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكين بنظيره الكوري الجنوبي بارك جين لبحث التحدي الذي تشكله القوى النووية الكورية الشمالية. ومن المقرر أن تتبع رحلته التي تستغرق يومين زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى العاصمة الكورية الجنوبية لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري. وفي تعليقها على الزيارتين، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الضيفين غير المرغوب فيهما الآتيين من الجانب الآخر من المحيط يسعيان إلى مواجهة شديدة في شبه الجزيرة الكورية، وهي أكبر نقطة ساخنة في العالم وهي على وشك الانفجار. وأشارت إلى أن زيارتي بلينكن وأوستن ستؤديان إلى سحب حرب جديدة في المنطقة. في مؤشر آخر على اتساع الفجوة بين روسيا والغرب، انسحبت موسكو رسميا من معاهدة أمنية تاريخية محملة واشنطن مسؤولية تقويض الأمن في حقبة ما بعد الحرب الباردة بتوسيع حلف الشمال الأطلسي الناتو. ووضعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990 والتي جرى التوقيع عليها بعد عام من سقوط جدار برلين قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلفي الناتو وارسو آنذاك نشرها. وكانت المعاهدة تهدف لمنع أي من طرف الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا انسحبت رسميا من المعاهدة، مضيفة أنها أصبحت الآن من التاريخ. وقالت روسيا أن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف الناتو أدى لقيام دول الحلف بالتحايل علانية على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف. وأضافت أن قبول عضوية فنلندا في حلف الشمال الأطلسي
وطلب السويد الانضمام إلى الحلف، يعني أن المعاهدة ماتت. من شبه المؤكد أن العام الحالي سيكون الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام. هذا ما أعلنه علماء بالاتحاد الأوروبي بعد ما أظهرت بيانات أن الشهر الماضي أكتوبر كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات. وذكر مرصد كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي حطم الرقم القياسي السابق في درجات الحرارة المسجلة خلال أكتوبر منذ 2019 بفارق كبير. ويحدث ارتفاع درجات الحرارة بسبب استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري، بالإضافة إلى تكون ظاهرة النينيو هذا العام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي. تضمنت البيانات طويلة المدى الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قراءات من مصادر مثل عينات الجليد وحلقات الأشجار والشعاب المرجانية. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على سلم ريختر ضرب بحر باندا قبالة شرق اندونيسيا على بعد أكثر من 300 كيلومتر من السواحل، وذلك وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء. وأوضح المعهد أن الزلزال الذي أعلن بداية أن قوته بلغت 6.9 درجات وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة أكثر من 340 كيلومتر من أقرب نقطة على الساحل، ولم يصدر على إثره أي تحذير من موجات تسونامي. وشعر سكان بلدة سامولاك في جزر نانيمبر التابعة لإندونيسيا بهزة أرضية جراء الزلزال وفق ما أفادت الوكالة المحلية للرصد الجوي والمناخي والجيوفيزيائي. وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على حزام النار، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي. سادتي سيداتي، هكذا ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. سيمينارات لمحاربة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر. جهود لتطوير السياحة الداخلية في المصوع. الشرطة تعقد سيمينارات للطلاب في كرن. كوريا الشمالية تنتقد زيارة مغبرة لوزيرين أمريكيين إلى سيول. روسيا تنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية. و2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام وفق تقديرات العلماء. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.